بتبدأ حلقتنا بيون اللي بيكون طباخ كبير في مطعم، وبيلاحظ ان واحد من الفريق بتاعه بيقطع الاكل وهو مش مركز، فبيزعق له وبيقول له ما يكملش معاهم علشان كده هيطلع الاكل وحش، وان لو عنده مشاكل او متضايق يقدر ياخد اجازة ويبقى يرجع تاني للشغل لما يتحسن. وده علشان يوم بيحب الطبخ جدا وما بيقبلش باي تقصير فيه. لكن بعدها بنلاحظ ان يوم فجأة واقف مش قادر يمسك نفسه من العياط، وبيحط ايده على قلبه وبيغمى عليه. فبيسأله المدير عن اللي حصل معاه، وبيقول له انت بتشتكي من ايه، وبيكلمه عن تصرفاته الغريبة اللي بيتصرفها. فبيحاول يون يشرح له انه كان مرتبط شعوريا مع اخته وهو صغير، وانها كل ما بتحس بمشاعر معينة المشاعر دي بتتنقل له هو كمان. وقتها ما بيكونش قادر يسيطر على نفسه وبيتقمص شعور اللي قدامه، فبيحس ان المدير مش قادر يفهم كلامه ولا يصدقه، فبيوقف كلامه وبيقول له انت اكيد مش هتفهمني، وبيسيبه وبيمشي. لكن الغريب ان اخته هون اتقتلت من وهم اطفال، وان المفروض يبطل يحس بالشعور الغريب اللي بيجيله ده. وده بيخليه مستغرب وبيفتكر ايام زمان لما كانت جي اخته لسه عايشه، وانه كان دايما بيروح يساعدها كل ما بتمر بمشكله لانه كان بيحس بيها. وان في يوم من الايام جي كانت رايحه مشوار وهون مرضيش يروح معاها، ومن ساعتها وهي اختفت وما ظهرتش تاني. فبيغير هون هدومه وبينزل علشان يرجع على البيت، وفجاه بيحس انه بينهج جامد. في اللحظه دي بيشوف بنت لابسه احمر اسمها هيو بتجري قدامه وبتنهج هي كمان. فبيفهم هون انه بيحس بمشاعر هيو، لكنه بيحتار في السبب وبيشك انها ممكن تكون اخته. وبنلاقي ان هيو بتجري بسرعه علشان تلحق توصل البيت قبل امها عشان تشيل الفواتير اللي متاخره عليها من على الباب، عشان امها ما تكتشفش انها اترفدت من الشغل، وان هيو بتكذب عليها وانها مش البنت اللي بتفتخر بيها. وبتقول هيو لمامتها مي بطلت تيجي في اوقات غريبه من غير ما تقولي لي. فبتحس مي انها مش مرحب بيها في البيت، وبتقول لهيو انت ليه متضايقه من وجودي. فبترد هيو انها مرحبه عادي، لكن مش حابه تدخلات مامتها في حياتها. ولما بيخلصوا قاعده مع بعض وبينزلوا بتطلع هيو اخر فلوس في المحفظه معاها وبتديها لمي علشان تحسسها انها غنيه ومعاها فلوس كتير. فبتتاخر هيو على الشغل علشان بتضطر تروح للمطعم مشي، وساعتها بيكون في ايفنت كبير حاصل بيصوروا فيه هون وهو بيطبخ وبيعمل مأكولات جميله. لكن المديره مسؤوله عن هيو بتوبخها علشان راحت الشغل متاخر. فبتحس هيو انها متضايقه وبتعيط وبيجي لها ضيق تنفس، وساعتها هون ما بيقدرش يكمل طبخ وبيسيب الاكل اللي بيعمله في وسط ما الناس بتصوره. ووقتها بيطلع على السطوح علشان يشم نفسه، فبيتفاجئ ان هيو قاعده هناك. فبيقول لها انه هيسيبها تاخد راحتها ويروح يقعد في مكان تاني، لكنها بتقول له ان المكان هنا مش مكتوب باسمها وانه يقدر يقعد عادي. فبيقعد هون جنبها وبيلاحظ انهم بيتصرفوا نفس التصرفات وان كل حركاتهم متشابهه. وبيكون معهون طبق فيه اكل، فبتطلب هيو منه انها تاكل معاه، فبيعجبها اكله جدا. وبيبدا هيو يشرح لها مكونات كل اكله، وساعتها بتعرف انه شيف. وبعد ما بيخلصوا قعد مع بعض بينادوا هون على هيو، وبتفتكر انه هياخد رقمها علشان معجب بيها، لكن بيطلع هون عاوز يعرف عنوان بيتها او يلعب معاها لعبه طوبه ورقه مقص، وده علشان يقدر يحدد هل هي تبقى اخته ولا لا. وساعتها بتخاف منه هيو وبتفتكر انه مختل عقليا وبتسيبه وبتمشي. واول ما بتطلع بتلاقي في وشها جين زميلها في الشغل بيسلم عليها بغرابه شديده. وبعدها بتلاقي هون سايب لها هديه فيها الاكله اللي بتحبها ومعاها حته قماشه قديمه. فبتطلع من المحل بسرعه وبتقابل هون وبتزعق له وبتقول له ان اول مره حد يديها هديه ويكون حاطط فيها قماشه قديمه، وان سلوكه كده مش طبيعي. فبيقول لها هون انه ما حطش القماشه فيها وان في سوء تفاهم. وبنعرف بعد كده ان جين هو اللي حط القماشه علشان يبعدهم عن بعض، واللي بيجري وراها وهي مروحه فبتتخض منه. ولما بيقرب منها بتعرف انه هو، فبتقول له ما تكررش اللي عملته ده تاني علشان خفت منك. ووقتها جين بيعتذر وبيقول لها تعالى وصلك علشان احنا ساكنين قريب من بعض. واول ما بتوصل هي البيت بتتفاجئ ان في هديه موجوده ورا باب بيتها، وبتفتكر هون وهو بيسالها عن عنوان بيتها، وبتخمن انه هو اللي جاب لها الهديه دي. فبتحس انه مراقبها ومترصد لها، ووقتها بتخاف منه اكتر وبتكون مرعوبه هو ممكن يعمل فيها ايه. في الوقت اللي بيروح فيه هون لمكان بيستخدموا فيه الذكاء الاصطناعي، وبيديهم صوره لاخته وهي صغيره، وبيقول للي قاعد يديله صوتها بعد ما كبرت. فبيطبع له صوره مختلفه عن شكل هي. وبعدها بيقابل هون صاحبه تشانغ، واللي بيقول له ان اللي حصل في اخر ايفنت اتصور وده خلى استمراره في المطعم شبه مستحيل، وانه طباخ ماهر ومن الافضل يفتح مطعم لنفسه، وده احسن من انه كل شويه يتعرض لمضايقات بسبب مزاجه المتغير واللي بيتغير بسبب شخص تاني وبدون ارادته. وقتها بيقرر هون انه يفتح مطعم في المكان اللي هو اتربى فيه وهو صغير، وبيفتكر اخته وهما بيلعبوا زمان وبيستمتعوا بوقتهم. ولما بيوصل المنطقه بتاعته واللي ناوي يفتح فيها مطعم، بيتفاجئ ان المنطقه بقت فقيره جدا وان الناس فيها بيتصرفوا بغرابه شديده. وبيشوف تاكومين وهم جايين بالعربيه علشان عندهم مهمه جديده، واللي بيكونوا شغالين ضباط في قسم الشرطه التابعه للمنطقه اللي هون بيشتغل فيها. وعلى الرغم من ان تاكومين مرتبطين الا ان مين تبقى رئيس التك في الشغل. وبيكونوا الضباط جايين علشان يشوفوا الازاز بتاع مطعم هي وهو مكسور، وبتطلبهم هي انهم يركبوا كاميرات في كل حته في الشارع علشان
يقدروا يوقفوا الجرائم اللي بتحصل كل شوية وما بيعرفوش ايه سببها ولا مين مرتكبها. واثناء ما الناس ملمومين من كل حتة واقفين في الشارع بتشوف هي انه هم موجود في المنطقة بتاعتها، فبتقلق اكتر وبتزعق له وبتقول قدام الناس انه بيطاردها من وقت طويل وان شكله شخص مجنون. وساعتها بياخدوا هونج وبيدخلوا المحل وبيسألوا لو كان فعلا بيطاردها، فبيقول له هون انه حتى ما يعرفش انها ساكنة هنا وانه جاي علشان يشوف المطعم بتاعه مش اكتر. وقتها هم بيعرف هونج انه عاوز يشتغل معاه وانهم هيفتحوا المطعم سوا. في الوقت ده بتكون هي طالعة من شغلها بعد ما عرفت انها اترفضت، وبتلاقي ان في اشاعات وسط كل الناس ان هي وجين ارتبطوا، وبتتفاجئ هي لما بتعرف الاشاعات دي لان مفيش بينها وبينه حاجة. واول ما بتطلع من المطعم بتلاقي جين واقف مستنيها وبتقول له انت ليه نشرت الاشاعات دي عني ها؟ فبيقول لها انهم مرتبطين فعلا، وساعتها بتقول له انها مش مرتبطة به وان العلاقة بينهم مجرد علاقة زمالة. فبيقول لها انها ضحكت له اكتر من مرة وانهم روحوا مع بعض وانه اعتبر بكده ان في علاقة بينهم. وبيسألها ليه بترجع الهدايا اللي بيجيبها لها، فبتعرف هي انها ظلمت هون وان مش هو اللي كان بيبعت الهدايا. وبتلاحظ ان جين فعلا بيطاردها وبيمشي وراها وبتحاول تتخلص منه لكن بيمسكها من ايديها جامد، فبتزعق له وبتسيبه وبتمشي. في الوقت اللي بيكون فيه هون قرب يفتتح مطعمه والناس بيتجمعوا حواليه وبيقولوا ان ده الشخص المجنون اللي هي قالت عليه. فبيعرفهم هون عليه اكتر وبيقول لهم انه هيفتح المطعم قريب وهيقدم فيه اكلات اوروبيه، وبيروحون علشان يشتري حاجات لمطعمه وبيتفاجئ انه هي معديه من قدامه، فبيعمل نفسه مش شايفها وبيمشي بسرعه علشان ما تحطوش في مشكله جديده. ووقتها بتروح له هي وبتعتذر له وبتقول له انها ظلمته وما كانتش تعرف انه مش هو الشخص اللي بيطاردها، وانها تقول لكل الناس كده علشان سمعته ترجع كويسه تاني. وفي اللحظه دي بيشوفهم جين وهم ماشيين مع بعض وبيحس انهم قريبين من بعض، فبيحس بالغيره من هون وبيمشي وراها من غير ما تحس لحد ما بيوصل عند البيت عندها وبيحاول يتعدى عليها وبيحصل خناقه ما بينهم وبتفقد هي الوعي. لكن اول ما بتصحى بتلاقي ان جين واقع على الارض يسيح في دمه وما بتكونش قادره تفتكر حاجه من اللي حصل، فبتحاول تروح القسم علشان تسلم نفسها، لكن بيصادف ان القسم بيكون زحمه وبتحس هي انها هتتظلم لو سلمت نفسها، فبتمشي من القسم بسرعه قبل ما حد يعرف حاجه. في الوقت اللي بيكون بيرجع فيه مامتها وجدتها للبيت وبيعرفوا اللي حصل وبيطمنوها انهم هيقدروا يداروا كل حاجه من غير ما حد يحس. ووقتها بينظفوا الارض كويس من الدم وبياخدوا جثه جين وبيحطوها في ثلاجه كبيره موجوده في الشارع، وبيكتشفوا بعد كده ان الثلاجه دي تبقى بتاعت هون. واللي بيجي بعد شويه هو وصاحبه وانجو بيدخلوا الثلاجه جوه المحل، وبكده تكون جثه جين موجوده في المطعم عند هون، لكن هم ما يعرفش اي حاجه عن اللي حصل. وبتبص هي من الشباك وبتلاقي ان هون دخل الثلاجه المطعم، وبتكون مرعوبه جدا من انه يكتشف حاجه او ان حد يعرف حقيقه اللي حصل. وتاني يوم بيفتكر هون ذكرياته مع أخته وظهورهم في برامج للقدرات الخاصة، وإنهم كانوا لما بيلعبوا ورقة حجر مقص كانوا دايما بيطلعوا نتائج مشابهة لبعض. بعدها بيكون تاك ومين واقفين في الاسم بيتناقشوا عن هو واللي جت امبارح الاسم ومشيت من غير ما تبلغ عن حاجة، وبيفكروا إنهم يحاولوا يستجوبوها يمكن تكون مخبية جريمة معينة ولا حاجة. في الوقت اللي بتروح هي لهون وبتفضل واقفة قدام باب المطعم ومش عارفة تتصرف ازاي، فبياخد بالهم منها وبيطلع يتكلم معاها وبيقول لها أقدر أساعدك ازاي، فبتقول انها كانت جايه تسلم عليه مش اكتر. فبيقول لها ان الوقت اتاخر، فبترد بانها كانت حاسه انها جعانه وقالت تيجي تاكل اي حاجه كده على السريع. فبيقول لها انهم كانوا ماشيين دلوقتي وهيقفلوا، وكمان بيقول لها ان تصرفاتها غريبه جدا بالنسبه له وان وشها مخطوف وباين عليها انها متوتره وفي حاجه غلط. فبتلاحظ هي ان باب الثلاجه هيتفتح وان بكده هيكتشف هون ان في جثه في الثلاجه، فبتجري بسرعه ناحيه الباب علشان تقفله وبيكون هون رايح علشان يقفله، وبتلاقي نفسها واقفه في موقف محرج وما بتلاقيش حاجه تقولها غير انها معجبه بيه. فبيتوتر هون وما بيعرفش يرد عليها وبتمشي هي بسرعه وبتسيبه. في الوقت ده بترجع للبيت وبتلاقي امها هي محتاره في اللي حاصل ومش عارفه تاخد رد فعل، فبتلومها هي على تصرفها السريع وانها حاطت الجثه في الثلاجه وانهم دلوقتي في موقف مرعب بسببها. فبترد امها انها ما كانش قدامها حل غير كده عشان تداري الجريمه. فبتقوم الجده وبتمسك عصايه وبتطلع تكسر ازاز المطعم في محاوله منها انها تفتح باب المطعم وتاخد الجثه من الثلاجه وتخبيها. وبمجرد ما كسرت ازاز المطعم الناس كلها بتسمع صوت الكسر، فبتجري هي وامها وجدتها بسرعه وبيرجعوا للبيت. ولما بتدخل هي لاوضتها بتشوف اثار اتعدى عليها على جسمها وبتتضايق جدا وبتعيط، فبيحس هون بيها وبيعيط هو كمان علشان الشعور بتاعها اتنقل له. وتاني يوم بتيجي الشرطه وبتركب كاميرات في كل حته علشان ما تتكررش الجرايم من تاني، وبتقلق هي وامها ان الكاميرات تكون سجلت حاجه، وبيسالوا الشرطه اللي بتقول لهم ان الكاميرات هتبدا تسجيل من النهارده. فبيطمنوا على نفسهم ان الكاميرات ما جابتهمش وهم بيكسروا الازاز
الإزاز. وتاني يوم بيلاحظ هون إنه هيو لسه بتتصرف بغرابة جديدة، وبتكون واقفة قدام المحل بتاعه عمالة تعمل حركات غريبة علشان تقدر تراقب التلاجة كويس. فبيحس هون إنه هيو مجنونة وقواها العقلية مش سليمة. وبعدها بتقابل هي هون وبتقول له إنهم جيران في المطعم اللي جنبه، وبتعزمه على الأكل عندهم، وبتكون خطتها إنها تدخل تاخد الجثة من التلاجة بعد ما ياكل معاهم ويشرب ويفقد الوعي، لكنهم بيرفضوا العزومة وبيقول لها خليها وقت تاني علشان مشغول. فبتصمم هي على إنها تعزم هون لدرجة إنها بتعزمه في وقت متأخر من الليل. ولما بيروح هون للمطعم بتاعه وبيبدأ ياكل معاهم بتعزم هي عليه بإنه يشرب أي نوع من الخمور، لكنه مش بيوافق وبتفشل هي في إنها تفقد هون الوعي. وساعتها بيكون عليهم إنهم يفكروا في أي خطة بديلة، لكن قبل ما تلحق هي إنها تفكر في حاجة بتتفاجئ إن تاكو ومين جايين علشان يستجوبوا هيو، وبيسألوها لو رجعت البيت وهي كويسة اليوم ده، وبتقول لهم إنها كانت كويسة وما فيهاش حاجة. فبيقول لها إن ده مش معناه إنها بريئة، وإن أحيانا الناس بيزوروا القسم علشان يعترفوا بجرايمهم. ولما بيلاقي هون إنه هيو محطوطة في موقف سيء بيقول لها يلا علشان نكمل شغل، وده علشان يخرجها من الموقف بس مش أكتر. وبيستغرب تاكو مين من طريقة هون، وبيسألوا هيو الجد عن هويته، وبيقولوا لها إنه طباخ ومشهور جاي يفتح مطعمه هنا. ولما بتطلع هيو بره بيسألها هون عن إذا كانت كويسة ولا لا، فبتقول لها إنها كويسة. وساعتها بيرد عليها هون إنه يقصد حاجة معينة وإنه ما يقصدش حالتها في المطلق، وبيمسكها من إيديها علشان يشوف علامات التعدي اللي عليها. ووقتها بتحاول هيو إنها تخبيها قبل ما يشوفها، فبيقرر هون إنه ما ينفعش يسكت على حاجة زي دي، وبيقول لهم إنهم لازم يروحوا المستشفى. ولما بيطلعوا من المستشفى بتقول له هيو ما تقلقش دي جروح بسيطة. فبيقول لها هون إن اللي حصل ده ما ينفعش يعدي كده، وإنه لو الشخص اللي عمل فيه كده كان قريبها أو حبيبها لازم تنفصل عنه. وساعتها هيو بتحاول تغير الموضوع وبتقول له ما تعمليش تحقيق، وكمان بتقول له انت اتفقت معايا انك ما تسالنيش كتير، وبتساله انت ليه مهتم بالامر قوي كده. فما بيقدرش هون يقول لها انه مهتم علشان شاكك انها اخته، وبيقول لها انه مهتم بيها علشان هي قالت انها معجبه بيه. وساعتها بيسالها عن ذكرياتها وهي صغيره، وبيحاول يعرف اي معلومه عنها تاكد له اذا كانت اخته ولا لا، لكن هي بتقول له انها مش فاكره حاجات كتير من طفولتها. فبتساله هيو لو حد يخصه تعرض لاعتداء كان هيتصرف معاه ازاي. فبيقول لها ان اكيد لو اخته كان حصل معاها كده كان زمان وقتل اللي حاول يعتدي عليها. فبيكملوا طريقهم وبيوصلها هون للبيت، لكن هيو بالليل ما بتعرفش تنام وبيجي لها كوابيس كتير، وده اللي بيخليهم بيحس بالليل انه متضايق. فبتقوم هيو بتدور علشان تعرف لو سلمت نفسها ايه اللي هيحصل لها، وبتروح القسم فعلا علشان تسلم نفسها، لكنها بتتراجع قبل ما تدخل وتعترف. وبتعدي الايام وبتزيد محاولات اهل هيو الغريبه في انهم يوصلوا للثلاجه ويداروا على الجريمه. وبيروح هون وبيسال هيو لو هي كويسه ولا عشان الشعور اللي حس بيه بالليل، وبتقول له انها كويسه وما فيهاش حاجه. وتاني يوم بتلاحظ ان جات لها هديه جديده، ولما بتفتحها بتلاقي انها نفس الهديه اللي جين كان جايبها لها قبل ما يموت. فبتخاف ان جين يطلع ما ماتش ولا حاجه، وبتكتشف ان الشرطه رايحه تحقق في جريمه قتل في المنطقه بتاعتها، وبتلاقي ان الشرطه طلعت جثه من الشقه اللي جين كان عايش فيها. فرعبها وخوفها بيزيد اكتر واكتر. ولما بتوصل البيت بتلاقي امها سايبه لها فلوس ورساله، وبيكون مكتوب في الرساله انها هتروح تسلم نفسها لانها عارفه انه هيجي الوقت وهيقبضوا عليها. فبتفتكر هي ذكرياتها مع مامتها وبتقلق عليها وبتقرر تنزل تدور عليها. لكن هي هي وهي في طريقها للاسم بتكتشف ان الجده فكرت في ده قبلها، وبتدخل على الجده وهي بتعترف على نفسها. فبتدخل هي في اخر لحظه وبتقول لهم ان الجده بتعاني من الزهايمر ومن الخرف، وانها بتشوف تهيؤات كتير. وبتاخد الجده بسرعه وبتمشي، وبيقفوا هم الثلاثه بيلوموا على بعض في القرارات اللي خدوها، وبيقرروا ان محدش فيهم هيعمل حاجه تاني، وانهم يستحملوا للاخر لحد ما يشوفوا ايه اللي هيحصل. في الوقت ده بيكون هون رايح المطعم بتاعه وبيلاقي المحقق بيستجوبه وبيساله انت رجعت للمنطقه هنا ليه؟ وبيكون المحقق شاكك انه هون راجع علشان ينتقم. فبيقول له هون ان جه هنا علشان المكان ايجاره رخيص مش اكتر. وبعدها بيلاقي انه هون عرض عليه انها تساعده في الشغل، وهناك بتساله عن عيد ميلاده وبيكون امتى. فبيقول لها مش هقول لك الا لو لعبت معايا طوبه ورقه مقص. فبيوافق وبتلعب معاه، وساعتها بيتفاجئ هون انهم بيعملوا نفس الحركات في كل مره زي ما كان متعود هو واخته، وبيشك اكتر انها تبقى اخته. ولما بيجي الليل بتحاول هي انها تقتحم المحل بتاعه، وبتجرب تكتب الباسورد بعيد الميلاد، وبتتفاجئ ان باب المحل فتح بكل سهوله. فبتدخل بسرعه علشان تشوف الجثه لسه موجوده في الثلاجه ولا لا، وبتتفاجئ ان الثلاجه فاضيه وما فيهاش حاجه في الوقت اللي بيكون هون فيه كان مراقبها. فبتبص هي وراها بتلاقي هون واقف وما بتعرفش ساعتها تتصرف ازاي. وقتها هون بيقول لها انه حاسس انها هتيجي في الوقت ده المطعم، وبيسالها ايه اللي جابك هنا في وقت زي ده، وبيقول لها ما تكدبيش المره دي. فبتقول له انها لقت الباب بتاع المطعم مفتوح فاستغربت وعشان كده دخلت. فبيرد هنا عليها وبيقول لها انها لسه مصممه تخدعه على الرغم من كونه واقف في صفها. وبيرجع الاثنين للبيت وما بيكونوش عارفين يناموا من كتر التفكير. وتاني يوم الصبح بيكون هم معدي، وبيلاحظ ان في ستات كتير معجبين بيه. وبعدها امه بتكلمه وبتعتذر له عن كونها اتعاركت معاه امبارح، وده بسبب انها كبيره في السن وبتعاني من الخرف. فبيقول لها هون انه مقدر وفاهم حالتها كويس ومش متضايق. وبيقعد هون يشرب شاي هو وصاحبه وانج، واللي بيكتشف ان المبنى اللي هون قاعد فيه بيكون قدام بيت هيو
بالظبط، وبيقول له انه ما ينفعش يعمل كده وما ينفعش يفضل مترصد لها. فبيعترض هون على كلام هيو وبيقول له انه ده حصل بالصدفه وانه ما قصدش يعمل كده، ولكن صدفه ان مكان المحل اللي اخده كان قدام بيت هيو. في الوقت ده كانت هيو قاعده بتاكل مع امها وجدتها، وكان كل ما الباب يخبط يفتكروا ان الشرطه جايه تعتقلهم، وفضلوا عايشين في قلق كبير. فبتقول هي لهيو انها مش هتقدر تعيش كده وانهم لازم يلاقوا حل يخلصهم من القلق اللي هم عايشين فيه. فساعتها هيو بتقول له ان الجثه مش موجوده في الثلاجه، فبتسالها انت عرفت منين؟ وبترد هيو انها راحت للمطعم وشافت الثلاجه وفتحتها، وانها لما فتحتها ما لقتش حد جواها. ساعتها بتتعصب هي على هيو، وده علشان بتتصرف من دماغها من غير ما تقول لحد. فبتهديهم الجده وبتقول لهم من الاحسن انهم يفكروا مع بعض بدل ما يضيعوا وقتهم في الخناق اللي ملوش لازمه ده. فبتقعد هيو تحكي لهم على اللي حصل وبتقول لهم اللي شافته في الثلاجه. في الوقت ده بيكون هون قاعد مع هوانج وبيحكي له عن اخته، وبيقول له انه شاكك ان هيو تبقى اخته في الوقت اللي فيه خبر في المدينه منتشر عن بنت مخطوفه وما حدش لاقيها، وبتزيد الاحتمالات بالنسبه لهون انه اخته لسه عايشه. وساعتها هوانج بيقول له هيو ما تريح نفسك وتسالها او تواجهها احسن. فبيقول لها هون ان الموضوع مش بالبساطه دي، وانه مش عاوز يفقد الامل ويعرف خبر انها مش اخته ولا حاجه. وكمان هون بيقول له هوانج انه مستغرب سلوك اهل المنطقه هنا، وده لانه من ساعه ما جا وهم محسسين انه متراقب وانه بيعمل حاجه غلط. في الوقت ده بنشوف الشرطه وهي مستغربه سلوك الجده وهيون علشان كل يوم بيروحوا للقسم وبيرجعوا تاني قبل ما يقولوا له اي حاجه. وبيجي لهم بلاغ من واحده اسمها سوك واللي بتكون جاره هيو، وبتكون مقدمه بلاغ في جوزها علشان بيضربها جامد. لكن لما بتوصل الشرطه للبيت عند سوك بتقول للشرطه ان الموضوع اتحل وانها مش محتاجه ترفع قضيه عليه. وبيبان ان تشانج شارب ومش في وعيه، وبيكون هيمد ايده على مين، لكن تاك بيتعصب عليه وبيقول له شيل ايدك من عليها، وبيكون عاوز يضربه. في الوقت اللي مين بتهدي تاك فيه وبتقول له ما يرتكبش اي حماقات. وبعدها بتظهر ليه وبتروح للمطعم بتاع هي وبتسالها لو شافت جيم في حته لانها مش لاقياه بقالها فتره. فبتقول لها هي انها ما تعرفش عنه حاجه وبتطردها بره المحل بسرعه. وبالصدفه ليه بتقابل هيو وبتفتكر ان اخوها جين كان محتفظ بصور هيو على تليفونه، فبتروح تتكلم معاها وتهزر، وده علشان تكسب صداقتها لانها حاسه ان هيو ليها دخل باختفاء جين. بعدها هيو بتقابل تاك اللي بيحاول يطمنها وبيقول لها انه قلقان عليها وبيطلب منها لو بتمر بازمه تحكي له. ووقتها الشرطه مش هتقف في صفها ومش هتيجي عليها. وبالصدفه بيكون هون معدي فبيفتكر ان تاك بيضايق هيو، وساعتها بيكون عاوز يضربه قبل ما هيو تفهم هون ان تاك يبقى شرطي. ووقتها بيعتذر هون لتاك لكن تاك ما بيقبلش اعتذاره. وبعدها بتزعق هيو لهون وبتقول له انه ما ينفعش يفضل مراقبها في الرايحه والجايه، وبتساله انت ليه بتتدخل في كل حاجه بتحصل لي طالما انت مش بتحبني. فبيقول لها انه عارف انها لما قالت له انها معجبه بيه كانت بتقول له اي حاجه وخلاص، وانها مش معجبه بيه فعلا، وانه بيتدخل بس علشان بيحس انها في خطر. وبعدها بيسيبها وبيمشي وبتعيش هيو في قلق ان جين يكون ما ماتش، وبتبقى خايفه ان يرجع في اي وقت وينتقم منها ويقتلها. ولما بتيجي تنام بتشوف كوابيس لحد ما بيجري وراها ومترصد لها وبيمشي وراها لحد البيت وبيكون عاوز يقتلها. وفجاه بتصحى هيو من النوم وبيصحى معاها هون لانه بيحلم بنفس اللي هي بتحلم بيه. وبينزلوا الاثنين يتمشوا شويه وبتصادف انهم بيتقابلوا مع بعض تحت. فبيقول لها هون ايه رايك لو ناكل حاجه سوا، وبيعزمها على الاكل. وبيقعدوا الاثنين ياكلوا مع بعض وبيتكلموا وبيطبخ لها هون اكله طعمها كويس. وبيقول لها اوعي تصرفات الكويسه معك تخليك تحبيني، وده لانه خايف انها تطلع اخته تتعلق بيه. وبعدها بترجع هيو للبيت وبتقول لهم في البيت انه هون شخص رقيق وانه مستحيل يحرك جثه لوحده. وبعدها بنشوف تاكو وهو قاعد في اجتماع مع مين وباقي افراد الشرطه، وبيعمل حركه رومانسيه من غير ما ياخد باله وبيمسح لها بقها. فبيتريق عليهم كل اللي في الاجتماع وبيقول لهم انتوا مرتبطين ولا ايه ها. وبعدها بيقابل هون هوانج وبيقول له هوانج انه عارف تاريخ ميلاد هون وانه طلع تاريخ مختلف عن تاريخ ميلاد اخته، وبكده يبقى اتاكدوا انهم مش اخوات. وساعتها بيردوا هون بان الناس ما بتبقاش متاكده من تواريخ ميلادها، وانها ممكن ما تكونش فاكره هي اتولدت يوم ايه اصلا. في الوقت اللي بيفتكر فيه هون يوم ما اختفت اخته ان جات له رساله من واحد صاحبه ان ابوه رجع وهدومه كلها دم. بس الشرطه في اليوم ده اخذت الراجل ده لكنهم ما لقوش ولا دليل يثبت ان هو اللي خطف اخته جي. وبيكون الراجل ده لسه عايش في المدينه وسطيهم لكن بيتحول لشخص متسول. وبعدها بتقعد هي مع مامتها وبتطلب منها مامتها انها تسيب الشغل علشان تكمل في دراستها. وساعتها هي بتقول لمامتها انها مش شاطره في الدراسه وانها كذبت عليها بخصوص شغلها وانها كانت بتقول لها اي كلام علشان ما تزعلش. ووقتها بتتضايق مامتها جدا وبتتنرفز عليها وبتقول لها انها خيبت املها. فبترد هي على مامتها انها مش عاوزه تسمع كلامها تاني وان هي لها حياتها الخاصه بيها وانها مش مفروض تعيش علشان تحقق احلام امها وانها المفروض تعيش علشان تعرف طموحها هي ايه وتحققه. وبتطلع من البيت وهي بتعيط وبتقابل هون اللي بيحاول يهديها وبيقول لها ناكل سوا. فبتقول له هي انها ملهاش نفس تاكل دلوقتي وانها بتعرف تطبخ هي كمان وبتطلب منه يشغلها معاه. فبيوافق هون وبياخدها علشان تشتغل معاه. في الوقت ده هي هي بتروح علشان تفك عن نفسها هي كمان وبتقرر انها تحضر هي والجده جلسه رقص في النادي اللي هي شغاله فيه سوق. وساعتها سوق بتقول لهم انها شافتهم وهم بينقلوا القصه وبتهددهم وبتطلب منهم انهم يقتلوا جوزها في مقابل انها ما تفضحهمش. وقتها بيكون هي وهون قاعدين يتكلموا مع بعض في اخر
آخر اليوم وبيشربوا سوا، لحد ما بتلاقي هي إنها مش قادرة تكتم السر جواها أكتر من كده، وبتقوله إنها عندها سر محتاجة تحكيه لحد. فبتحكي له إن تجاربها مع الرجالة أغلبها كان وحش، وإنها كل مرة كانت بتتخدع في الشخص اللي بتحبه، وإن بعد وقت طويل قررت إنها ما ترتبطش بحد تاني، وإنها تبعد عن الرجالة بشكل عام، ومن يومها وهي بطلت تحب. وبتسكت شوية وبعدها بتقوله إن السر الحقيقي اللي هي فعلا عاوزة تقوله هو إنها قتلت واحد. ولما بتلاقي إنه هون اتصدم ومش مستوعب اللي بيحصل، بتغير كلامها بسرعة وبتقوله إنها كانت بتهزر معاه، وإن مش أي حاجة تقولها له يصدقها كده على طول. فبيقول لها هون إنه عارف إنها مش بتهزر، وإنها قتلت حد بجد، وإن ده باين من سلوكها المتوتر طول الوقت هي وعيلتها، وإنهم بيصيروا الشكوك دايما بطريقتهم الغريبة، وإنه ما ينفعش تطلع سرها لحد. فبتقول له هي إنها قالت له على السر لأنها واثقة فيه، فبيرد عليها إنها غلط تحكي له هو كمان، وإنها مش المفروض تثق في حد حتى هو. فبتقول له هي أنت هتهددني ولا إيه؟ خلي بالك اللي قتل مرة يقدر يقتل مرتين ها؟ فما بيقبلش هون التهديد منها، بس بيطمنها إنه مش هيعرف حد باللي حصل. وفي اللحظة دي بتكون هي واقفة مع أمها ومش عارفين يعملوا إيه في سوق اللي شافتهم وهم بينقلوا الجثة، وبيفكروا إنهم يتخلصوا منها ويقتلوها هي كمان علشان ما تهددهمش وتعترض طريق هيو. وبيكون هون قاعد مش عارف ينام من الكوابيس اللي بيحلم بيها بعد ما هيو قالت له إنها قتلت حد. وفي نفس الوقت هيو بتكون متضايقة إن الشخص اللي هي بتحبه وبتفكر فيه طول الوقت أخد فكرة وحشة عنها بسبب إنها قتلت حد، وبتندم إنها اعترفت له بحاجة زي دي. وبيجي تاني يوم وبتكون هيو رايحة تشرب من المطبخ، وبتقابل أمها اللي بتعايرها بجريمة القتل اللي عملتها، وبتغلس عليها علشان راحت اشتغلت في المطعم اللي جنبهم في الوقت اللي هم عندهم فيه مطعم. أما هون فبيكون واقف في مطعمه وهو خايف، وبيفتكر إنه حس بخوف شديد يوم حادثة القتل، فبيفكر إنه ممكن يكون الشخص اللي هي قتلته موجود في الثلاجة. فبيفتح الثلاجة وهو كله رعب، وبيتهيأ له إن في جثة، وبيدخل هونج عليه فجأة وبيخضه. فبيقول له هون أنت مخبي عليا إيه؟ وبيسأله لو كان هو اللي شال الجثة من الثلاجة. فبيرد هونج بإنه مش مخبي حاجة عليه غير حاجة واحدة بس، لكن مش هقولها لك دلوقتي وهتعرفها في وقتها. وبتكون الحاجة دي هي إن هونج راح للسجل المدني وطلب إنه يعرف إذا كان هي تبقى أخته هون ولا لا، وإنه طلب كمان إنهم يطبقوا الدي ان ايه بتاع الاتنين ببعض علشان يتأكدوا. في الوقت ده واحدة جارت هيو بتقعد معاها في الكافيه وبتسألها عن جين، فبتقول لها هيو إنها ما تعرفش عنه حاجة ولا تعرف هو مين. فبترد عليها جارتهم إنها سمعت عن واحدة بتدور عليه، وإن الواحدة دي تبقى من عيلته، وإنها بتقول إن جين كان بيحب هيو قوي، وإنه مختفي بقاله فترة كبيرة، وإن الست دي تصرفاتها مجنونة شوية. وأول ما بتطلع هيو من الكافيه بتقابل أخت جين واللي بتتصاحب عليها بالعافية، وبتقول لها تعالي نتكلم في المطعم شوية. وبتقعد معهن وبتسأله شوية أسئلة عن استثماره في مدينة زي دي، وبيقول لها إنه معاه فلوس كتير وإنه مش محتاج للفلوس، لكنه حب يفتح مطعمه هنا علشان يوفر فرصة عمل للشباب، وكمان علشان يرفع من مستوى الأكل في المنطقة. فبتسأله ليه لو كان عايز يبقى زعيم سياسي، لأن أهدافه دي مش أهداف طباخه ولا مستثمر. فبيقول لها إنه بيحب عمل الخير، فبتستغرب ليه من إنه مش شاري سكاكين كتير للمحل. فبيرد هنا إنه مش محتاج في الوقت الحالي لأن مفيش ناس كتير شغالين، لكن لما بيبص على عدد السكاكين اللي عنده في المحل بيلاقي إنهم ناقصين واحدة. وقتها بيبص لهيو ومن غير ما يقول لها حاجة بتقع بلسانها وبتقول له إنها ما استخدمتش سكاكين. فبيلحقها هم بسرعة وبيغير الموضوع قبل ما تفضح سرها، وبيزعق لها علشان تاخد بالها بعد كده وما تقولش أي كلام ممكن يوديها في داهية. فبتستغرب هيو من قلق هون وخوف عليها، وبتقول له أنت مهتم الأمر كده ليه؟ لكنه بيبص لها كتير وما بيقدرش يجاوب. في الوقت اللي بتوصل فيه رسالة لهوانج واللي مكتوب فيها إن هيو وهون جيناتهم مختلفة وإنهم مش إخوات، وساعتها بيكون عاوز يقول لهم فيقابلوا ويتمشوا شوية. وبيسأل هون أنت جاي المدينة هنا علشان تدور على أختك؟ فبيرد هون إنه جاي علشان يدور على شخص تاني غير أخته، وبيكون الشخص اللي هون بيدور عليه هو الشخص اللي قتل أخته. ولما بيرجع هون للبيت بيقابل الشخص المتسول اللي واقف واللي بيقول له هون إنه عارفه وفاكره كويس، وساعتها هون بيرد عليه وبيقول له إنه هو كمان فاكره كويس وإنه مستني بس يمسك دليل عليه ووقتها مش هيرحمه. وبيكون معدي ساعتها تاك واللي بيتدخل لما بيلاقي إنه هون بيتعصب على الشخص المتسول، وبعدها بيرجع تاني لمين علشان عندهم مأمورية جديدة. وبتطلع المأمورية الجديدة هي إن في واحد سكران في الشارع وتعارك مع أكتر من حد، وبيطلع الشخص ده هو تشانغ واللي لما بتحاول مين إنها تفوقه بيتحرش بيها، وساعتها بيتنرفز تاك وما بيقدرش يمسك نفسه وبيضرب تشانغ وبتهديه منه وبتاخده وبتمشي بعيد. في اللحظة دي بتكون سوك قاعدة مع هي والجدة وبتحكي لهم قد إيه هي بتعاني من تشانغ وإنها متضايقة من اللي بتتعرض له من كونه بيضربها، وبتفكرهم بكونها ما تنزلتش عن إنها هتفضحهم لو ما قتلهوش. فبتتوتر هي وبتقلق وبتقول له أمها إنها مش قادرة تستحمل أكتر من كده. فبترد عليها الجدة إنها لازم تبقى ناضجة وتستحمل، فبتقول لها هي إنها ما بقتش قادرة تستحمل حاجة. فبتقرر الجدة إنها تنزل هي وتقتل تشانغ وتسلم نفسها، فبتجري وراها هي علشان تلحقها وتوقفها، وبيكون في ايديهم ادوات تصليح علشان بيكونوا بيعملوا عمرة في البيت. في نفس اللحظة اللي بتكون فيها هيوم ماسكة فاس وبتساعدهم في انه يزرع زرع في المطعم بتاعه، ولما بتشوف امها وجدتها بيجروا في الشارع بتسيب هون وبتجري وراهم في الوقت اللي بيقابل فيه تاك تشانغ وبيفتكروا انه تعدى على مين، وساعتها بيضربوا بقوة لحد ما بيفقد الوعي. ولسوء حظه هي وامها انهم وهم ماشيين بيلاقي جثة تشانغ قدامهم وهو استقيح في دمه. في اللحظة اللي البوليس بيجي فيها هو بيقبض عليها علشان مفكر
بيفكر انهم هم اللي ضربوه، خاصة انه لقي في ايديهم ادوات حادة ممكن تعرض اي حد للاذى. ولما بيروح القسم بيرفضوا يعترفوا بانهم ضربوا تشانغ، والمرة دي لحسن حظهم بيطلع تشانغ لسه عايش وبيفتكر شكل اللي ضربه، وبيقول لهم انه كان راجل مش ست وانه كان لابس اسود في اسود. وساعتها بيفرجوا عن هيو امها وجدتها وبيخرجوا من المأزق اللي اتحطوا فيه، وبيرجعوا كلهم للبيت وبيكون هوانج جايب ورقة تحليل الجينات وبيوريها لهون، واللي بيكون مكتوب فيها ان احتمالية ان هون وهيو يطلعوا اخوات دي مستحيلة. فساعتها بيقول له هوانج ما تتضايقش، وهون بيرد عليه انه مش متضايق، لكن اللي مضايقه فعلا ان هيو متعلقة به زيادة عن اللزوم وانه بدأ يخاف على مشاعرها. في الوقت ده بتكون هيو قاعدة فيه مع لي وبتسألها ليه عن ارتباطها وبتحاول تعرف منها معلومات عن الرجالة اللي كانت على علاقة بيهم، وده علشان تقدر تعرف اي حاجة عن جين. وبعدها بتقابل هون واللي بيقول لها انه مش حاسس ناحيتها باي مشاعر، وانه المفروض فعلا ما يكونش مهتم بيها بالشكل ده، وانه جه الوقت اللي يصحح فيه الاوضاع وينهوا كل شيء بينهم. فبترجع هي البيت وبتقعد تعيط وبتكون متضايقة جدا في الوقت اللي بيكون هون فيه مشغول بانه يفكر في السكينة اللي اختفت وكمان في الجثة اللي مش لاقيينها في الثلاجة. وساعتها بيتصل بهيو وبيطلب يشوفها وبيقول لها انه حاسس ان جيل لسه عايش. فبتتخيل هيو من تاني ان جيل لسه عايش وانه هيرجع في اي وقت علشان ينتقم منها. ولما بتسيب هون وبترجع للبيت بيراودها كابوس انه بيمسكها وبيزقها على الحيطة وبعدين بيخنقها بايده لحد ما تكون مش قادرة تتنفس. وطبعا لان اي حاجة هيو بتحس بيها هون كمان بيحس بيها، فبيكون هون هو كمان مش عارف ينام وعمال يقوم مفزوع. وتاني يوم بيصحى هون وبيجري شوية علشان بيحب يلعب رياضة، وقتها الستات اللي في المدينة بيوقفوه وبيسألوه على حاجات كتير لكنه بيطنشهم وما بيردش عليهم كالعادة. بس بعد كده بيقرر انه يعرفهم هو مين وبيقول لهم على اسمه، وده علشان لما يقول لهم اسمه هيعرفوا انه هو الطفل اللي اخته اختفت في ظروف غامضة زمان، وقتها هيهتموا اكتر انهم يعرفوا باللي حصل لاخته لو اكتشف حاجة هو ما يعرفهاش. في الوقت ده بتكون هي قاعدة بتفطر مع اهلها واللي بيكلموها انها تسيب الشغل، وبتتنرفز هي عليها علشان ما ينفعش يكون عندها مطعم وتروح هي وتشتغل في مطعم تاني بينافسهم. وساعتها هي بتقول لها انها لازم تكمل شغل معاه هون، وده لانها عرفته كل حاجة عنها وعن جريمة القتل اللي حصلت. فبتتضايق هي اكتر واكتر وما بتكونش عارفة تعمل ايه مع هيو اللي كل شوية بتفاجئها بتصرف احمق جديد. فبتمشي هي وبتروح على الشغل، واول ما بيدخل هون للمطعم بتفتكر هي انه هون مش بيحبها وانه طول الفترة اللي كان بيعطف عليها، فبتحس انها مثيرة للشفقة وانها مش حابة ان ده يتكرر تاني. فبتقرر تتعامل بكل صرامة مع هون وان المعاملة بينهم تكون شغل بس، وانها ما تديش اي مساحة للصداقة اللي بينهم. فبترد عليه على قد سؤاله بالظبط، ولما بيطلب حاجة بتوديها له وبتحاول تكون ملتزمة في الشغل على قد ما تقدر وانها تخلي المعاملة رسمي. وفي الوقت اللي بتكون فيه هي وامها بيحاولوا يتوددوا لهون علشان ما يفضحش سرهم. بعدها لما بتيجي لي وهوانج بتقعد معاهم هيو، ولما بيشوفها هون بيحس بالغيرة عليها وبيتضايق انها قاعدة مع هوانج. ولما بيرجع هون على البيت بيلاقي هوانج قاعد وبيقول له انه هيو بقت احسن وانه هو كمان شكله بقى احسن. فبيرد عليه هون انها بقت احسن من بره بس، وانها بتحاول تبين انها متماسكة في الوقت اللي هي فيه تعبانة جدا، وانها مش حابة تبان ضعيفة بس مش اكتر. وساعتها بتكون هي بتتمرن تمارين دفاع عن النفس علشان تبطل خوف وتبقى قوية. وبعدها بتلمح عربية جاية بسرعة وبتكون هتخبط هون، فبتزق بقوة شديدة بعيد عنها لدرجة انه بيقع. ووقتها بتعتذر له وبتقول له انها زودتها شوية في تمارين الدفاع عن النفس وان ده اللي مخلي قوتها كبيرة النهاردة. فبيشكرها هون على مساعدتها ليه، وقتها بتقول له انها بتعمل ده بدافع الانسانية مش اكتر. فبيقول لها هون انه حابب يصفي الامور ما بينهم وانها مفروض تبطل تعامله ببرود. فبتوافق هي وبتبدا تتعامل معهم كويس وبيعرفها على اصناف الاكل والخضار اللي المفروض تشتريها. في الوقت ده بيكون تشانج جوسو كفاء من فقدان الوعي، ولما بيسالوه مين اللي عمل فيك كده ما بيقدرش يقول، وده لان تاك هدده لو اعترف عليه هيفضل يتتبعه طول الوقت. ولما بيطلعوا من المستشفى من بتسال تاك لو كان هو اللي ضرب تشانج وبيقول لها انت شاكه فيا ليه، وساعتها بتقول له ان التصرفات دي دايما بتطلع منه. فبيقول لها تاك انه مش مؤمن بالقانون لانه مش دايما بيرجع الحقوق وانه حابب يتصرف كشخص عادي. فبترد عليه مين ان الاشخاص العاديين بيستنوا القانون يرجع لهم حقهم ومش بيتصرفوا بمزاجهم. وبيصادف ان مين وتاك بيعدوا بعربيتهم من قدام هيو واللي بتبان انها متوتره وخايف الا حد يشوفها. وساعتها بيفكرها هون ان لو جين لسه عايش وما ماتش يبقى هي كده ما قتلتش حد، وبالتالي مش هتكون عملت جريمه تخاف منها وتحاول تتدارى بسببها. فبتتبسط هي انها اخيرا هتقدر تمشي في الشارع بمزاجها وبدون خوف. وبعدها الاوضاع في المدينه بتتوتر بسبب انهم بيكونوا خايفين من وجودهم وسطيهم، وده لانهم بيكونوا حاسين انه راجع علشان ينتقم من اللي خطف اخته وقتلها. وبيكون في ضابط اسمه سيونجو بيقول لهم انه فاكر اللي حصل اليوم ده وانهم على الرغم من كونهم قبضوا على المجرم الا انه لسه حر طليق، وده لانهم افرجوا عنه بعد كده. وبيحكي لهم ان المجرم هو الشخص المتسول اللي موجود في المدينه دلوقتي، وان وقت التحقيقات كان صامد وقوي جدا لدرجه اللي خلتهم ما يقدروش ياخدوا منه اي اعترافات ويفرجوا عنه. وفي الوقت اللي بيروح فيه هون للشخص المتسول وبيلاقي انه عاوز يتكلم معاه، وبيقول المتسول انه اسف على موت اخته وان اخته كانت عاوزه تركب معاه العربيه بعد درس البيانو. وبيسكت المتسول بعدها وما بيقولش حاجه، فبيتعصب هون لانه بيكون عاوز يعرف باقي القصه، لكن المتسول بيفضل ساكت وما بيتكلمش. وبيجي تاكو بيقول له هون انه ما ينفعش يعتدي على حد وانه هيفضل مراقبه ويغلس عليه من
وقت للتاني. ولما بتعرف هيو اللي هون كان بيدور على اخته بتروح وبتسأل مامتها عن اللي حصل زمان، وبيبان ان هي مخبيه حاجه عن هيو ومش قايلها له بخصوص الحادثه. ولما بتحاول هيو تفتكر اي حاجه عن اخته هون بتلاقي انها مش مجمعه شكلها قوي، الا انها فاكره انه هون وهو صغير لما كان بيحميها من زمايلها اللي بيتنمروا عليها. ولما بتروح هي الشغل بتعتذر لهون على سوء تقديرها للامور، وبتقول له انها دلوقتي فاهمه انه كان قريب منها بسبب انه فاكر انها اخته. وبعدها بتقول له هي ان هي كمان حياتها مش احسن حاجه، وده بسبب انها مضطره تشتغل طول الوقت علشان تجمع فلوس. وبيلاحظ هون ان هي بتلقي اللوم على نفسها وبيقول لها ان ما ينفعش في كل حاجه تعاتب نفسها، وان هو كمان عمل كده في نفسه لما اخته تاهت، وانه فضل شايل ذنبها وحاسس ان هو السبب في اللي حصل لها بسبب الناس. وبعدها بتكون هي مع هون في العربيه علشان يوصلها، وفجاه بتتصل امه به بسبب ان جات لها نوبه من نوبات الخرف من جديد. وساعتها بتتصل به وبتقول له انها شافت واحده شبه جي اخته في المول، فبيطلب هون من هي انها تركب اي عربيه وتروح، لكن هي بتقول له هون انها عاوزه تروح معاه وتساعده. ولما بيوصل هون للمكان اللي امه فيه بيلاقيها قاعده على الارض ومش عايزه تتحرك، وبعدها بتفضل تزعق له بصوت عالي وبتحمله غلط ان جي اتقتلت. وقتها هي بتشوف هون في وضع مش كويس، وبتعرف تحدد هو متضايق قد ايه بسبب اللي بيعيشه. وبعد ما بيرجعوا البيت ما بتكونش هيو عارفه تنام من كتر الزعل، فبتقرر انها تنزل للمطعم وتعمل له هون اكل علشان ترد له اللي عمله معاها قبل كده يوم ما كانت هي حزينه ومتضايقه، وان زي ما هو عمل لها اكل ووقف جنبها هي كمان هتقف جنبه في زعله. وبعدها بيقعدوا يتكلموا عن اللي حصل مع امه، وبتعيط هيو لانها ما بتكونش عارفه ازاي هون قادر يستحمل كل ده. وبتتفاجئ انها لاول مره بتشوف هون وهو بيعيط قدامها، وبيفضلوا الاتنين يعيطوا مع بعض لحد ما هيو بتخلص عياط وبتسال هون انت كويس ولا لا، فبيقول لها انه كويس وانه دايما بارد وما بيحسش ان في حاجه مضايقاه. فبتفتكر هيو انه يوم بيقول لها كده علشان محرج انه عيط قدامها، وبتقول له انها هتعمل نفسها مش واخده بالها من عياطه. فبيقول لها ان الموضوع مش موضوع احراج ولا حاجه وانه حقيقي، وبيبدا يشرح لها انه بيحس بالمشاعر اللي هي بتحس بيها. ووقتها بتضحك هيو جامد وبتستغرب من القوه الخارقه اللي عنده هون، وبتحس انها بتحبه اكتر، وبتفتكر ان باللي حصل بينهم يبقوا قربوا اكتر. لكن بتتفاجئ تاني يوم انه هون بقى بيتجنبها في كل مكان، ولما بتواجهه بتقول له ان اللي بيعمله ده بيضايقها وانها بطلت تتعامل معاها ببرود، فهو كمان مش من المفروض انه يتعامل معاها ببرود. فبيرد عليها بقسوه وبيقول لها انه مش جاي الشغل علشان يكون علاقات ولا يعمل صحاب. فبترد عليه هي انها مش عاوزه تكون علاقه معاه ولا حاجه، لكنها برضه مش حابه انه يعاملها معامله وحشه. واثناء ما بيتخانقوا بتدخل لي للمطعم من غير ما تحسسهم بحاجه. في الوقت ده بتكون هي وبتتكلم عن جين وانه ممكن في اي وقت يرجع من تاني، وانها مش عاوزه كل ما تبص للتلاجة تحس انها عاوزه تعيط بسبب انها بتفتكر اللي حصل معاها. لكن قبل ما تسمع ليه بيدخل هوانج وبيعمل صوت عالي علشان ليه ما تسمعش كويس. وساعتها بيطلع هون وبيتكلم مع هوانج وبيسالها ليه سمعت ايه بالظبط، فبيطمنوا انها ما سمعتش حاجه، وبيقول لها ان طريقته مع هيو كانت قاسيه جدا النهارده. وبعدها بيخرج هون للشارع وبيقول لهوانج انه مش المفروض يفكر في كل التفاهات دي، وانه لازم ما ينساش الحاجه الاساسيه اللي كان جاي عشانها، وهي انه يعرف مين اللي قتل اخته. ووقتها بيعدي على الضابط سيونج، واللي اول ما بيشوفه بيسلم عليه بحراره وبيقول له انا الضابط الخارق اللي ساعدك في حادثه اختك. وبيلاقي انه هون بيستنكر كلامه وبيقول له انت قبضت على المتهم وافرجت عنه بعدها. فبيحس سيونج بالذنب قبل ما يستقبله خبر ان في بنت تايهه، فبيفتكر هون اخته لما تاهت، وبيقرر انه لازم يدور على البنت التايهه بسرعه. ولما بيلاقيها بيتخيل انها جي اخته، وبيشوفها وهي بتلوم انه ما لقاهاش لما تاهت وانه سابها تموت. بعدها بيرجع لوعيه تاني وبياخد البنت وبيسلمها للشرطه. وفي اللحظه دي بيحس هون بالخوف فجاه، فبيعرف ان هي بتمر بمشكله، وساعتها بيجري عليها بسرعه وبيلاقي ان تاك واقف معاها فبيمسكوا يضربه. فبتقول له ان تاك ما عملهاش حاجه وانها طلبت منها يعلمها كم حركه من حركات الفنون القتاليه. فبيبان انه هون غيران على هيو من تاك ومش حابب انه يتعامل معاها، وبيقول لها تدخل المطعم تكمل شغل. فبتقول له ان ما فيش حاجه تتعمل لانه لسه ما عملش الافتتاح. فبيدخلها المطعم وبيقول لها على شويه حاجات تتعلمها لحد ما يفتحوا المطعم. بعدها بيقابل سيونج المتسول، فبيروح وبيساله عن جي وبيحاول يفكروا بالحادثه اللي حصلت، لكن المتسول ما بيردش غير بانه ما كانش هو السبب في موت جي. وبعد كده بيبقى هون ولي ماشيين في الشارع وبيشوفوا خبر انهم لقوا هيكل عظم الجثه، فبيتخض الاثنين وبتخاف لي على اخوها، وبتقرر انها هتنتقم له مهما كان الثمن. وساعتها بتمشي ورا هي وبتطاردها في الوقت اللي هي بتلاحظ فيه ان هي اتاخرت في الرجوع، فبتطلع والشاكوش في ايديها علشان تشوف هون، وبتشوفها الجده وبتروح معاها. وبيلاقوا ان لي ماشيه ورا هي، فبيفتكر انها ناويه تاذيها، فبيسحبوها بسرعه قبل ما تاذيها وبيهددوها انهم ما يقربوش منها. فبتقول لهم ليه انتوا خايفين ليه، وان طالما انتوا خايفين كده يبقى اكيد عاملين جريمه وخايفين تكتشف. وقتها هي بتقول لها انهم مش عاملين جرايم ولا حاجه، لكن احسن لها تبعد عن هيو. في الوقت اللي هي بترجع فيه للبيت ما بتلاقيش حد، وبتلاحظ ان في رسائل جات لها، ولما بتقوم علشان تقرا الرسائل بتلاقي ان في رساله مبعوثه لها من جين، وبتعرف انه ما ماتش، وبيكون جين بعت لها انه بيراقبها وانه قاعد في حته جنب بيتها، وبيهددها انه هيقابل كل اصحابها وعيلتها وهيأذيهم. وبنعرف انه ما ماتش ساعتها وان جاله ارتجاج في المخ، وانه فضل مختفي وقت طويل علشان
علشان ياخد علاجه التأهيلي. فبتخاف هي وبتجري بسرعة علشان بتفتكر إن أمها وجدتها في خطر، وبيشوفها هم فبتحكي له على اللي حصل وبيروح معاها علشان ما تبقاش في خطر. وفي الآخر بيلاقوا أمها وجدتها الشرطة مسكهم علشان بيتجولوا في الشارع بأدوات خطر، فبيعتذروا للشرطة وبيطلقوا سراحهم. بعدها بتطلب لي من هيو إنهم يتكلموا مع بعض على انفراد، وساعتها لي بتطلب من هيو إنها تعرفها أي معلومات عن أخوها جين. فبتقول لها هيو إنها ما تعرفش حاجة عنه غير إنه لسه عايش، وإن وقت ما يظهر هيكون عندها كلام كتير تقوله له عنه. وبتعتذر هيو لهون عن المتاعب اللي دخلته فيها، وبتقول له إنها هتحاول تعتمد على نفسها بعد كده، وإنهم فعلا لازم يوقفوا قصتهم لحد كده علشان ما تأذيهوش ولا تتعبوا أكتر، خاصة إن جين طلع عايش وهيدور عليها وعلى أصحابها علشان يأذيهم. وبعدها لما بيرجعون للمطعم بيحس إن هيو بتمر بمشكلة جديدة، لكنه بيحاول يتجاهل إحساسها علشان يسمع كلامها ويبعد عنها. فبيتفاجئ إن في شخص غريب الأطوار دخل المحل عنده، وبيطلع إنه جين، وبيفهم هون من كلامه إنه رايح يأذي هيو دلوقتي، وبيكون بين نارين هل يساعدها ولا لا. فبيتصل بهم بسرعة وبيقول لها تخلي بالها وما تمشيش في شوارع مظلمة ولا شوارع جانبية. وساعتها بتتفاجئ هيو إن جين جاي في وشها وبيقرب عليها. يا ترى جين هيعمل إيه مع هيو؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية. ما تنساش طبعا تعمل لايك وشير وتفعل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد، والسلام.